وفاة غامضة لمهاجم أفريقي قوي كان مرشح لنادي الزمالك ورفض الانضمام للفريق في آخر لحظة، والزمالك قدم شكوى فيه في الفيفا. صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدعي. الكلام النهارده عن المهاجم الجابوني أرون سالم بوبنزا، مهاجم كان مرشح بقوة للانضمام لنادي الزمالك، وطبعا مهاجم هداف وقناص. الصحافة الرومانية أكدت وفاته اليوم في الصين بعد ما وقع من الدور ال 11. وطبعا الصحافة الرومانية اتكلمت باعتبار اللاعب كان نجم فريق رابد بوخارست الروماني السابق، واللي رحل عن الفريق بعد ما عمل مشاكل كتيرة عشان يلعب في الدوري الصيني ويستفاد من الفلوس الكتيرة اللي في الدوري ده. سقوط أرون سالم بوبنزا من الدور ال 11 حتى الآن محل تحقيقات الأمن الصيني، لأن في شبهات كتيرة حوالين الموضوع. وفي 3 سيناريوهات موجودة على الطاولة. السيناريو الأول إن هو انتحر، والسيناريو التاني إنه فقد توازنه ووقع، والسيناريو التالت إنه تعرض لعملية قتل وكان معاه في هذا السكن أخوه، وحتى الآن البوليس الصيني بيحقق في الموضوع. أرون سالم بوبنزا كان مرتبط بالانضمام لنادي الزمالك، وكانت صفقة قوية جدا، ولكنه تراجع في آخر لحظة وفضل الانتقال إلى الدوري الروماني. ونادي الزمالك وقتها اعلن انه هيقاضيه في الفيفا لانه كان موقع عقد اتفاق مع نادي الزمالك. وطبعا مجلس اداره نادي الزمالك كله غضب من تراجعه عن القرار، واتهم ناس في مصر من المعارضين للمجلس انه بوظ صفقه المهاجم السوبر اللي انتقل الى رحمه الله.